السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو الاولاني لحد دلوقتي. معلش اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات علشان انا عند حماتي. انا النهارده هنعمل مع بعض بيتزا، ميني بيتزا، بس تحفة والله العظيم، طعمها جميل وجربوها ان شاء الله بالطريقة دي هتعجبكم جدا. حطيت كيلو دقيق ومعلقتين خميرة، معلقتين متوسطين خميرة، وحطيت رشة بيكنج باودر، وحطيت معلقتين كبار سكر، وحطيت نص معلقة صغيرة ملح، يعني رشة ملح. وبزود مية حبة حبة، مية تكون دافية يعني مدفية كده على البوتاجاز، وبزود منها شوية بشوية، وبفضل اعجن كده شوية حلوين لحد ما العجينة تتلم معايا وتبقى ناعمة. يعني تفضلي تعجني لحد ما العجينة تنعم معاكي. على فكرة انا حطيت نص كوباية زيت بس مشيتش معاكم في الفيديو. وهنا حطيت معلقة سمنة، معلقة سمنة مجمدة كده، علشان هي دي بتخلي، انا بصراحة بحس بفرق جامد بيها، بتخلي العجينة حلوة قوي. هنا يعني بصوا العجينة شكلها حلو ازاي، يعني بعد ما عجنت فيها وهديت حيلي بس بقيت حلوة. دلوقتي بسيبها تختمر ساعة، هي كانت اكتر من كده خمر، بس انا لما دبيتها كده جامد على الرخامة الطبق فراحت هبطت مني. دلوقتي انا كنت فاردة كل اللي موجود قدامكم ده عشان بس وقت الفيديو، ووريكم بتفردوها على ايديكم عشان تتفرد معاكم، ما تحطوهاش في الصينية وبعد كده تفردوها، بتاخد وقت وبتتعبكم. فردوها على ايديكم وبعد كده حطوها. حطيت الموجود في البيت، يعني انا الصلصة كنت يعني ايه، حمرت فصين توم وحطيت عليهم شوية طماطم، يعني عصير طماطم، وحطيت زعتر وملح وفلفل وكمون وكزبرة وتوم بودرة وبصل بودرة، يعني تبلت الصلصة. وحطيت فلفل اسود، فلفل، حطيت فلفل رومي اخضر اللي كان موجود عندي، وحطيت لانشون. ده على الوش، اللي موجود عندك حطيه، مش ملزمه بانك تحطي زي من اللي عندي انا، بس دي حاجات دي كانت موجوده عندي فحطيتهم. اللانشون ده اصلا كان هما شريحتين من اللانشون عندي، كام شريحه كده يعني باقيين من الفطار، فقلت اقطعهم واحطهم على الوش معاهم بدل ما يبقوا كده خلاص. فحطيت يعني كانت جبنه موتزاريلا ولانشون وفلفل وشريحتين زيتون. الصينيه دي كنت مسويه فيها قبل كده، تمام. هنحطه في الفرن على درجة حرارة عالية في الرف اللي في النص، وهنطلعه على طول يبقى تحفة زي ما انتوا شايفين كده، طري جدا. وده اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الوصفة